السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. 9 رمضان خلص، شهر بيجري وأيامه بتجري. ربنا يا رب يتقبل مننا صالح الأعمال. ساعات قليلة ويبتدي المباراة المصرية ما بين النسر الأهلاوي والجدي السوداني. مباراة استاد القاهرة، 50,000 متفرج إن شاء الله، 50,000 مشجع من الفانز في ظهر النادي الأهلي. إن شاء الله الفوز لينا، إن شاء الله سكور عالي لينا، ان شاء الله ماتش للتاريخ وللذاكره. انا رسالتي للاعيبه النادي الاهلي: العبوا للرد، للرد على اللي حصل فيكو في السودان. عمرنا ما بنرد باللسان، كل ردنا في الملعب. اعملوا مباراه يضحك عليها جمهور الهلال 10 سنين قدام، مباراة تسكتهم، ما يتخليهمش يتكلموا عنا تاني، يعرفوا ان الاهلي بيرد في الملعب فقط. ده جمهور الاهلي، وده لعيبه الاهلي، وده الاهلي. ان شاء الله انا ان شاء الله مش قلقان من مكسب الاهلي. ان شاء الله الاهلي هيكسب. عندي احساس انها كانت كام، 4-5، مش عارف ليه، 4-0، 5-0 ان شاء الله يعني. مجدي قفشه اتمنى ان هو يبتدي، مع اني انا مش مقتنع بيه كلاعب من زمان، بس هو ربنا بيرضيه في الماتشات الكبيره دي، فيا رب يبتدي وربنا يرضيه ويرضينا على رجليه يعني، بجونين ولا بتلاته. رسالة الجمهور الأهلي: زلزلوا الملعب بالقوة وبالذوق، مش أكتر من كده. مش هنهاجم حد، ولا هنطول على حد، ولا المصريين بيهينوا ضيفهم. رسالتي للسودانيين: أنا بحب السودانيين، الجمهور السوداني على راسي، وكل سوداني على راسي. حتى لو انتوا مش بتحبونا، احنا بنحبكم من زمان، بغض النظر عن اللي شفناه منكم يعني. رسالتي لكابتن محمود الخطيب: ألف سلام عليك، وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لإدارة نادي الهلال: يا سيدي، لو انتوا جبتوا خرطوشتين حبر زيادة قاعدين تكلموا بيهم الاتحاد الأفريقي، حوشوهم. يعني ده اسمه إهدار من العام. حوشوهم، لما الأهلي إن شاء الله يفوز تبعتوا له برقيات تهنئة ومباركة. لكن ده اسمه إهدار من العام. الخراطيش الحبر اللي انتم مضيعينها على الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي ما بيردش، ده كله حبر، ده كله حرق فلوس. حرام عليكم يعني. يعني دلوقتي الدولار مش قليل. فربنا يكتب للنصر الأهلي، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.